ازاي احافظ على نفسيتي انا نفسي، ما يبقاش الالم بيكسرني؟ هل معنى كده ان انا انسى مشاعري؟ في طريقه معينه تخليني استثمر الالم ده في امل؟ العصايه عشان اكسرها بتاخد مني طاقه كبيره جدا عشان تنكسر. امتى هتنكسر؟ لو اجوف، لو فاضي. كلامي هنا عن البني ادم اللي وصل لدرجه من مراحل الوعي والايمان بذاته، ففهم ان اي الم بيعدي عليه في حياته بينبهه فقط ويستثمره اتجاهه. الالم ده لما انا دلوقتي ابقى موجوع ومتضايق فاروح الجيم هشعر بالالم. لو استسلمت للالم راح عليا الاشتراك. صح. لو دوست على الالم 5 كيلو 10 كيلو 15 كيلو انا بستثمره في النمو مع الانضباط والالتزام، لان الكونسيستنسي او الاستمراريه هو الضمان الوحيد لنجاحك. انا هصمت وهخلي عملي وشغلي هو اللي يتكلم عني، وده اللي حصل مع كل الانبياء، وده اللي بيخلينا لما نقرا التاريخ نلاقي ان الانتقام السلبي خساره ليك. احنا بنجري نجيب جراب للموبايل او نشتريه سكرينه، بس ما عملناش لنفسنا سكرينه وجراب. ايا كان الخذلان والالم الخارجي اللي ممكن يجي هيقوينا مش هيضعفنا.